السلام عليكم أعزائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيناكم في هذه الإطلالة الخفيفة باش نتكلموا على واحد 4 ملفات تخص المنتخب المغربي واللاعبين المغاربة. إذا غادي نبداو على بركة الله. قبل ما نبداو الإخوان، فضلا وليس أمرا، تشاركوا في القناة، فعلوا الجرس وخلوا لنا واحد التعليق أو الإعجاب، فهذا فضلا وليس أمرا. إذا على بركة الله. هاد الأربعة ملفات تخص المنتخب المغربي بطابع ودي، اللي غيكون المقابلتين الوديتين اللي غتكون ضد الإكوادور والأوروغواي. وأبرز العناوين في هاد الملفات هو: الجامعة الملكية لكرة القدم تلجأ للفيفا لتأهيل عيسى ديوب، صخرة الدفاع فولم الإنجليزي. هناك كذلك بأن كتعرفوا رسميا الكاف يقبل باستئناف الجامعة ويحدد نهار يوم الخميس كموعد للاستماع إلى الطعن. أما عن محمد وهبي، يخرج بمفاجأة كبيرة ويرد الاعتبار ل3 لاعبين همشهم وليد الركراكي في المنتخب. والملف الرابع هو اللي كتعرفوه: مهمة جديدة لطريق السكيتيوي، اعتبار لنجاحه مع المنتخب الوطني. إذا الإخوان والأخوات، معكم يونس بن كرم هولندا، كنحييكم مرة أخرى. إذا السي محمد الوهبي أمام اختيار وأمام أول امتحان ضد كل من إكوادور والباراغواي في المقابلتين الوديتين اللي غادي يجراو 27 مارس و 31 مارس. الأولى على ملعب متروبوليتانو في مدريد، والثانية غادي تكون في فرنسا. اللائحة النهائية سمحوا لنا. اللائحة النهائية غادي يعلن عليها محمد الوهبي نهار الخميس المقبل 19 مارس في 11 صباحا، يعني في 11 ديال الصباح، بمركب محمد الخامس بالمعمورة. فطبعا اللائحة غادي تكون ما بين 24 إلى 27 لاعب، يعني اللائحة النهائية. فالجمهور المغربي كما كتعرفوا يترقب شنو غادي يخرج لنا، شنو غيخرج لنا محمد الوهبي، شنو غيجيب لنا محمد الوهبي في هذه اللائحة النهائية، واش من اللاعبين اللي غتضم. فهذا كيبقى الاختيار ديال المدرب، الطاقم ديالو التقني. أما اللائحة الموسعة غادي تكون فيها 55 لاعب، فهي صعيبة، خصك من 55 لاعب تختار ديك 24 27 لاعب. إذا كنقولوا يعني بالتوفيق لكل اللاعبين إن شاء الله. ولكن أما الملف الثاني، ف محمد الوهبي يستدعي 3 لاعبين كان قد همشهم وليد الركراكي في الفترة السابقة. يتعلق الأمر بزكريا الوحدي، لاعب خنك البلجيكي. محمد الوهبي قام بزيارة عند هذا اللاعب هذا وجلس معه وتشاور معه، فغادي يتم استدعاء ديالو. والثاني كذلك اللي كيلعب عندنا هنا بهولندا في القسم الثاني هو إسماعيل باعوف. هذا اللاعب اللي كيلعب في صخرة الدفاع، ولعب مع المنتخب أقل من 20 سنة، واللي فاز معهم بكأس العالم. كذلك سيتم استدعاءه. كذلك رد الاعتبار لوسط الميدان الجيش الملكي ربيع حريمات، اللي قدم مستوى كبيرة في الشان وقدم مستوى كبيرة في كأس العرب. فهذا اللاعب هذا كذلك تم تأكيد أن هاد 3 لاعبين سيتم اختيار استدعائهم. أما عن طريق السكيتيوي، الملف الثالث، فمن طريق السكيتيوي الجامعة أعطته الفريق أقل من 23 سنة لفريق الأولمبي. فأنا سبق له ديجا السكيتيوي جا مع الفريق الأولمبي الميدالية الفضية أو البرونزية في الأولمبياد،
فهذا فأنا كنت كنتسنى يعني طريق السكيتيوي يعني يبقى في هذا المنصب هذا في الفريق المحلي، والفريق ديال 23 خصهم دايما يبقاو في هذا في يد السكيتيوي، لأن ماشي شي واحد اللي دار أحسن منه. فاز معاهم بالبرونزية، وفاز مع المنتخب المحلي بكأس إفريقيا، وكذلك فاز مع المنتخب المحلي بكأس العرب. إذا في هذا الملف هذا ما كنشوفش شي تغيير، أو لا يعني كان يستاهل كذلك يكون مع الفريق الأول، أو مع الطاقم ديال الفريق الأول. فهذا كيبقى شأن الجامعة وشأن كيفاش كيفكروا هما وصافي. أما عن عيسى ديوب، الجامعة تتجه لتغيير جنسيته الكروية. فهذا اللاعب هذا يعني سبق لوالد الركراكي أن تكلم معه هو والقجاع 2 المرات، وهذا اللاعب عمل الخبر على هذا اللاعب هذا عمل ضجة ملي خرج في برنامج في فرنسا، وكيقول لك هو خلق فرنسا وخصو يمثل غير فرنسا، مخصوش يمثل المغرب، مخصوش يمثل السنغال، لأن عنده 3 الجنسيات يقدر يمثلهم في فرنسا. ويقدر يمثل المغرب عن طريق أمه، ويقدر يمثل السنغال عن طريق الوالد ديالو. فعندما كان كيلعب في ويست هام يونايتد كان يعني القيمة التسويقية ديالو كانت شوية عالية. ف كنشوفوه الآن تراجع، وقبل يمثل المنتخب المغربي من بعد ما وصل 29 سنة. ما كيلعبش كأساسي في فولام، لعب شي 5 ولا 6 ديال المقابلات مع فولام، ما كيدخل غير بعد، ما كيلعبش المقابلة كاملة، كيدخل دائما كاحتياط. ف غنقول لك انا، ما الراي ديالي ماشي منقدرش نقول لكم الراي ديالي واش يعني سوف نستفيد من هذا اللاعب ام لا. هما اللي شافوه، هما اللي عارفين، انا ما كنتبعوش اصلا، لان ماشي شي واحد اللي كيجلب الانظار في الدوري الانجليزي، لان ما كيشاركش كاساسي. وما فهمتش انا علاش يعني نادوا عليه. احنا كنعرفوا بان قلب الدفاع ديال المغرب عندنا مشاكل كبيره. بعد ما شفنا نايف اكرد عمل عمليه جراحيه، السايس اعتزل، اليمين خارج عن الاطار، يعني اليمين ماشي في المستوى. واخا بدل الفريق ديالو بالفريق ساراغوسي، ماشي زعما كيلعب، ولكن ما كيقدمش شي حاجه اضافيه. وشفنا الكارثه اللي دار في كاس افريقيا، واش كيعيطولو ادم ماسينا، يعني لاعب ما بقاش عنده الفريق، يعني كل وسط الميدان المغربي فهو يعني عندنا مشكل فيه. الحمد لله شفنا شادي رياض اللي عاد يرجع، فهذا ربح كبير للمنتخب المغربي. شوفنا كذلك باعوه اللي يستدعيه وهبي، كذلك هذا الثنائي هذا يقدروا يعني ينسجموا ويكونوا قلب الدفاع، ويكونوا امام اشرف حكيمي ونصير مزراوي. فيقدر يكون عيطنا هذا عيسى ديوب، ويعني كاحتياط ما نعرف، نشوفوا ديك الساعه، نشوفوا حنا واش احتياطي واش اساسي. ولكن كيبقى دائما اللاعب اللي كيجي من الدوري الانجليزي عنده شويه ديال النيفو طايع على اللاعب ديال الدوري المغربي على ما اظن. اما عن الملف الاخير فهي عن لجنه الاستئناف. فلقد قبلت لجنه الاستئناف بالكاف طعن الجامعة المغربية لكرة القدم بشأن عقوبات نهائي كأس إفريقيا، مما يعني إعادة فتح الملف ومراجعة القرارات التأديبية السابقة. وحددت لجنة الاستئناف يوم الخميس المقبل موعد للاستماع إلى الجامعة. هادشي اللي كان عندنا. كان معكم يونس بكر من هولندا. تحية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.